أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. جئتكم الآن من حمص وهي ترزح تحت الحصار والنار. جئتكم وفي أحيائها القديمة وحي الخالدية وجورة الشياح والقصور والقرابيص 800 عائلة تستنصركم، فهل من منتصر؟ جئتكم منتظرا منكم موقفا لرفع الحصار اليوم عن مدينة حمص، هذه المدينة التي قدمت آلاف الشهداء والتي أصبحت رمزا من رموز الثورة. يقول الشاعر: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. فيا مسلمين، هل سنكتفي برسالة أم سنكتفي بمؤتمر؟ والآن ونحن في هذه القاعة هناك أمهات ثكالى وهناك أطفال يقصفون بالهاونات والمدفعيات والدبابات ويذبحون بالسكاكين. البارحة في زملكا 80 شهيد، واليوم وفي كل يوم الشهيدة تلو الشهيد. أتمنى أن يتسع صدركم لما أحمله من رسالة حملتها أمانة على عنقي، ووالله لو كنت أعرف بأني سأصل إلى هنا سالما لأتيت بضفائر حرائر حمص إليكم. عسى ألا تردوني خائبين، عسى ألا تردوني خائبا. يا علماء المسلمين، والله إن الله عز وجل سيسألكم عن موقفكم هذا. والله إن الله عز وجل سيسألكم ماذا قدمتم للشعب السوري، ماذا فعلتم. والله إن أخشى ما كنا نخشاه كسوريين أن تسكت الأمة الإسلامية على دماء السوريين كما سكتت على دماء أهلنا في فلسطين، وكما سكتت على دماء أهلنا في العراق، وكما سكتت على دماء أهلنا في الشيشان وفي أفغانستان وفي كل رقعة وبلدة مسلمة في هذا العالم. يا علماء المسلمين، يا ورثة الأنبياء، إن التاريخ يسجل الآن بدماء إخوتكم السوريين، وما ذنبهم إلا أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله ما ذنبهم إلا أنهم وحدوا الله عز وجل وطالبوا بأقل شيء يستحقه الإنسان في هذه الحياة: الحرية والكرامة والعدالة. هذه هي أهداف ثورتهم. جابههم النظام بكل ما أوتي من قوة، وحلفاؤه يمدونه بكل شيء، سواء بالغطاء السياسي أو الدعم العسكري والبوارج الحربية والخبراء العسكريين. وأمة الإسلام نائمة لا تسجل موقفا، تصدر هيئة هنا بيانا وهيئة هناك بيان، لكن على الأرض ماذا يوجد؟ يوجد دماء تسيل، يوجد مساجد تقصف، يوجد قرآن، يوجد كتاب الله العزيز القدير يداس في مساجد الشام، يوجد مآذن تقصف
وهذه هي الفيديوهات شاهدة على ذلك. فأين المسلمين من ذلك؟ عندما خذلنا العالمون بأسرهم عربا ومسلمين، حكوما وشعوبا، للأسف سمى السوريون جمعتهم خذلنا العرب والمسلمين. هذا هو نبض الشارع. الآن وقف، ما عاد يريد أن يناشد أي أحد في الدنيا، ولن يناشد إلا الله عز وجل. وعندما يقول يا الله ملنا غيرك يا الله، والله إني تركت الشباب خلفي، والله يقاتلون على الجبهات ويقولون يا الله ملنا غيرك يا الله. يقولونها بقلب صادق وبإيمان راسخ وعزيمة لا تحملها هذه الجبال الشامخة. والله يا مسلمين إخوتكم في سوريا في كل يوم يذبحون ويقتلون، والمآسي أكثر من أن تعد أو تحصى. والله إننا لم نحس بوجع السوريين بعد، لم نلمس هذا الوجع، لا زلنا في الدقائق الأولى من هذا الوجع، لا زال الجسد ساخنا بعد. هناك أكثر من 3 ملايين مهجر، هناك الجرحى، هناك انتهاك أعراض الحرائر في بلاد الشام، وهناك. لكن أنا ما أتيت به من سورية الحبيبة إلى هنا هو رجاء لديكم ولدى الحكومة التركية ولدى كل حكومة نزيهة في هذا العالم أن ترفع الحصار عن مدينة حمص. اليوم قبل غدا هناك 800 عائلة محاصرة في حمص. نتمنى الله عليكم أن تتدخلوا بحسكم الإنساني، بحسكم الإسلامي، بأي حس تشعرونه، تتدخلوا لرفع الحصار عن أهلنا في حمص. اليوم قبل غدا، البارحة وأول البارحة النظام يرسل التهديدات من أجل ارتكاب مجزرة جديدة ومروعة في مدينة حمص، فليس لهم إلا الله عز وجل وجمعكم الكريم. نتمنى على علماء المسلمين كافة وعلى جميع المشايخ الأفاضل أن يقولوا قولتهم. وفي النهاية أقول لكم والله إننا في الداخل السوري نرى النصر قريبا، نراه قاب قوسين أو أدنى، ونعلم بأن النصر ما هو إلا صبر ساعة. وليس بوسعي أن أقول لكم إلا ما قاله الشهيد مزيد الحمد عندما كان ينزف وهو يحتضر في حي باب عمرو، فكان يقول اللهم خذ من دمي حتى ترضى، اللهم خذ من دمي حتى ترضى. ونحن نقول اليوم للعالمين اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.